محسن واحد من اصغر اللاعبين في ارضيه الميدان، وهذه تمريره تصل في محاوله جديده لمصلحه منتخب المغرب، تاتي للبحث عن هدف مبكر، تمريره لكن دفاعات النيجر تتدخل في هذه اللقطه. الرابع في الطريق بين اولمبياد، بين كاس عالم للانديه، بين مونديال، وهذه كره عرضيه تلعب والاول خطيره يا اكرد، خطيره يا اكرد. كان التاريخ امامك يا نايف، كان التاريخ امامك لاعب مارسيليا نايف اكرد، كان امامها التاريخ للتسجيل في المباراة الافتتاحية. الذي يعرف منتخب المغرب عن ظهر غيب ويعرف انه يعاني من بعض المشاكل الدفاعية وعدم استقرار على مستوى قلوب الدفاع. محاولة حالة تسلل واضحة على مهاجم النيجر. بوندسليغا بكل تأكيد في محاولة تأتي لإلياس عند يوسف بالعمري لاعب الرجاء البيضاوي الوحيد في أرضية الميدان، بالندور القادم بتوقعات كبيرة لحصوله على الكرة الذهبية الأفريقية. وهذه عرضية تلعب مقوسة خطيرة بكل تأكيد ويحمي النجوم، وهذه محاولة حالة تسلل لكن اللعبة مستمرة وتسديدة تضيع على أيوب الكعبي في لقطة كان متوقع بأنها أيوب كان في مكان التسلل، لكن شوف الإعادة فعلا كان متسللا أيوب الكعبي في هذه اللقطة، لكنها ضاعت على سكيل بالنسبة للمنتخب المغربي. دخول أسماء جديدة ما كانت معتادة خاصة في وسط الميدان، وهذه إرسالية في كرة تبعد بهذا الانسجام بين لاعبي أسود الأطلس. رقابة لصيقة على أشرف حكيمي وعرضية تلعب عالية على القائم الثاني، متابعة في كرة وجود شارة القيادة، وهذه محاولة خطيرة. النيجر بعرضية في أول محاولات النيجر في كرة تبعد بعد 20 دقيقة من الصمود لدفاعات النيجر. الكرة بعد ذلك تبعد، وأول محاولة من جانب التسويق على مستوى الأداء، لكن هذه الآن كرة ثابتة عرضية مقوسة للداخل، رأسية خطيرة، جول، لكن تسلل من أول محاولة. وصلوا إلى شباك ياسين بونو، لكن الراية كانت حاضرة. شوف الإعادة، شوف العرضية، شوف الرأسية، والتسلل كان سليما على عمر ساكو مدافع النيجر اللي كان في حالة هجومية. في محاولة عند العيناوي لاعب نادي روما الإيطالي بعرضية تلعب عالية تمر من الكل، وصلت عند بالعمري يوسف عرضية رائعة وخروج ولا أروع. غير مستغربة أبدا من ولي العهد الأمير الحسن عندما قدم التحية للعمال الذي بنوا هذا الملعب. لكن هذه محاولة في الجهة اليمنى، تسديدة سهلة لمامادو لكن صعبها، وبعد ذلك قبل أن يصل لها إسماعيل سيباري، هذا الواضح في الصورة لاعب ايندهوفن الهولندي اللي يعرف طريق المرمى نحو النيجر، لأنه سبق وأن زار هذا المرمى في المباراة الماضية. كرة تعود في وسط الميدان بمحاولة لمصلحة النيجر، لاعبين في مكان ممتاز، وكرة تصل خطيرة، التسديدة يتابعها ياسين يتركها إلى ضربة مرمى، لكن النيجر الآن يحاول استغلال أفضليته على مستوى الفرص. أعادها إلى إلياس مقوسة للداخل، رأسية تحضر عند أيوب الكعبي إلى دياز إلى أشرف، لقطة عن طريق الطرف الأيمن إلى أشرف، الخطأ بذكاء كبير وبطاقة صفراء ثانية للاعب اعتقد لديه بطاقة صفراء اولى، اعتقد عبد اللطيف كوب لاعب ريال مدريد الحالي، واشرف حكيم تعلم كرة القدم في ريال مدريد، وتسديده في حائط الصد تنتهي الى ركني. اشرف حكيم رابع العالم، المنتخب المغربي المصنف الثاني عشر على مستوى العالم، الكثير وادي عرضية إسماعيل سيباري يضع اسمه على لافتة التاريخ، على أول صفحات التاريخ، أول من يسجل في ملعب الأمير مولاي عبد الله بعد الافتتاح الجديد. التاريخ سيذكر الخامس من هذا الشهر، الخامس من سبتمبر 2025، إسماعيل سجل الأول في هذا الملعب لأسود الأطلس. شوف الجملة، شوف اللمسات، شوف التمريرة، عيني على الأولانية كما فعل في المباراة الماضية. نيل العيناوي، تمريرة في منطقة الجزاء مبعدة لتعود مرة أخرى إلى أشرف داخل منطقة الجزاء، أشرف يمر تسديد في كرة تعود لإسماعيل مقطوعة لتصبح بها مشروع مرتدة. الخطأ موجود على سفيان في بداية موسم
لها دور كبير. وهذه عرضية تلعب، الله، مزيان بالزاف، مزيان يا اسماعيل سيباري يسجل الثاني في ليلة تاريخية لإسماعيل، مرة أخرى يزور مرمى النيجر، يسجل الثاني لمصلحة أسود الأطلس. سعادة كبيرة في المدرجات وانتصار رائع وهدفين ولا أجمل لأسود الأطلس في شوط أول لم يقدموا فيه العرض الخيالي، لكن الأهداف كانت حاضرة. شوف أشرف حكيمي حطها قيمة اللاعب الكبير، قيمة البلندوري أشرف حطها لإسماعيل. مونديال 2026 محاولة عرضية جديدة، العرضيات كانت السر، الكرات العرضية كانت السر، وهذه تسديده الله. وبهذه الأهداف الجميلة من إسماعيل سيباري، لكن حتى الآن لم ينتهي، المزيد ما زال أشرف كان قريب، هذه المرة كان يبحث اللاعب الذي تمنى وما زال يتمنى بأن يحقق، يكون لديه القدرة في إغلاق الأطراف والكرات العرضية الرائعة. وهذه تسديدة مرة أخرى لكنها بعيدة. لم يستطع منتخب النيجر أن يوقف الكرات العرضية المتقنة. عند أشرف مرابط السلام دياز قادر على الدخول، وأشرف تسديدة، رغبة كبيرة من القائد البلندوري أشرف حكيمي في مباراته 86 الدولية مع منتخب. في كرة ترسل إلى الأمام مقطوعة إلى أيوب إلى إلياس عنده رغبة كبيرة في التسجيل، لكن إسماعيل سيباري تخصص في مرمى النيجر. طالت الكرة الماضية من أمامه إلى ضربة مرمى. وذكر أيضا أنه النيجر يلعب ب10 لاعبين من الدقيقة السادسة. وصلت عن طريق سفيان، تمريرة في العمق، استلام، تحضير، تسديدة، الثالث قريب في كرة تصل عن طريق دياز، تحضير في آخر لحظة كان الهدف قريب. الظهير الأيسر يقوم بأدوار المهاجم يوسف بالعمري بعد أن صنع الأول، كان قريب من استقبال تمريرة خيالية من إبراهيم دياز، لكنها أخيرة في الشوط الأول تلعب عرضية عالية وتدخل مامادو لركنية أخرى من الجهة المقابلة في كرة طالت مغربي الحاضرة. وهذه عرضية تلعب في مكان، لكن مامادو اختبر كثيرا، وهذه تسديده، الله، فورمة عالية يا يوسف، فورمة عالية لبالعمري، صنع الأول وعنده رغبة كبيرة في التسجيل. الأظهرة في منتخب المغرب تقول احتياطي. وهذه محاولة الآن تقعد قبل أن تصل عند إيدي بايور بالرقم 10 مع في تشكيلة منتخب النيجر اللي يقودها يوسف عمارو قائد منتخب النيجر الموجودة، نخبة الأفضل على مستوى العالم بكل تأكيد في القارة الأفريقية. سيكون الضغط كبير على اللاعبين، لكن هذه محاولة جول. يا أيوب بعد طول انتظار وبعد صبر طويل، أيوب الكعبي يسجل. أيوب لم يستسلم، لم يظهر في الشوط الأول بالشكل المطلوب، لكن مع بداية الشوط الثاني يسجل بدون مشاكل. يسجل أيوب الثالث، الهدف الثالث يسجل ليطمئن المنتخب المغربي على النقاط الثلاث في مباراة أصبحت الآن احتفالية بالتأهل إلى المونديال. في مرمى النيجر سجل الأول والثاني من الكرات العرضية، وجاء الثالث بنفس الطريقة من مسافة أقرب، لكنه عن طريق نفس اللاعب يوسف بالعمري اللي يقدم مباراة غير عادية ويصنع الأهداف. وهذا الثالث يأتي من أيوب بعد طول انتظار وبعد صبر أيوب لم ينفذ، لذلك أخرى من جانب المدرب وليد الركراكي. لكن هذه المحاولة الآن تصل عن طريق إسماعيل سيباري، عادت مرة أخرى إلى إسماعيل، التحضير، أشرف حكيمي عنده رغبة كبيرة، حكيمي عنده إصرار كبير من الشوط الأول بأن يسجل، يضع توقيعه البلندوري في شباك أيوب الكعبي، استلام، تصل عند إسماعيل، انطلاقة إلى إلياس وحارس المرمى مفيدة للشوط الثاني. كانوا يبحثون عن تقليص الفارق، لكن الأمور الآن أصبحت أصعب، وهذه محاولة وحالة تسلل كانت واضحة. انتصار أيضا بالأمس وتألق كبير لعربي أفريقيا في انتظار التأهل الرسمي. وهذه محاولة تسديدة عند مامادو. 9 منتخبات البدلاء، لكن بعد هذه الهجمة
الكرة تصل عن طريق أشرف حكيمي في محاولة عرضية رائعة، وأيوب تابعها لكنها مبعدة من الدفاع. وحديث بين المدرب والمساعدة، لكن هذا تمريره الله الله الله، حالة تسلل وحسرة كبيرة على إضاعة هذه اللقطة الخطيرة من أيوب الكعبي اللي كان يبحث عن هدف الرابع لمنتخب بلاده. التسلل كان موجود يا أيوب، كان موجود يا أيوب، لكن اللعبة كانت رائعة بنفس الأسماء. إذن أيضا علي محمد يغادر أرضية الميدان في هذا التبديل، وهذه تمريرة إسماعيل وحارس المرمى في المكان المناسب. كرة أبعدت، أصبحت مرتدة، لكن المهاجم الوحيد قصيرة ياسين بونو في المكان المناسب، في تمريرة صناعة من الحارس للحارس، كاد ياسين أن يصنع الهدف الرابع، لكن اللاعب المسؤول عن التوازن بين الدفاع والهجوم اللي لا يمكن الاستغناء عنه أبدا. لكن هذه محاولة عرضية تلعب إلى ركنية لمصلحة منتخب غنية، دخل من خلالها بلال الخنوس، ما زال أناحي أيضا موجود في دكة البدلاء. عرضية تلعب على القائم الثاني عالية ورأسية، والرابع بالرؤوس يا حمزة، بالرؤوس في أول لمسة. حمزة إكمان يكمل ما بدأه البقية، ما بدأه إسماعيل وأيوب يكمله حمزة إكمان ويسجل في هدف إن جاء بالرؤوس من نايف أكراد، وضعها على رأس زميله حمزة إكمان ليسجل من أول لمسة. الرابع يأتي لمنتخب أسود الأطلس، لمنتخب المغرب. شوف الرأسية، شوف وضعها، حطها أمام حمزة في الشباك. الرابع يأتي عن طريق البديل حمزة إكمان ليكمل ما بدأه إسماعيل وأيوب الكعبي ويسجل الهدف الرابع، مع وجود عدد رهيب من النجوم في التشكيلة الأساسية والاحتياطية. وهذه الكرة المرتدة السريعة مع المساحات، حمزة طمع فيها، حمزة كان طماع حمزة في مباراة أصبحت احتفالية مع الوصول لل20 دقيقة الأخيرة. 4 أهداف مقابل لا شيء تضع المنتخب المغربي في المونديال. الصباري يقدم لمحة غير عادية، لمحة برازيلية، وهذه محاولة في كرة تعود إلى أشرف، عرضية رأسية، الخامس، لكن التسلل يمنع الخامس من بلال خنوس اللي سبق وأن زار مرمى النيجر في المباراة الماضية وسجل هدف نوعا ما. لتعود مرة أخرى في وسط الميدان، فرصة لمصلحة النيجر، تمريرة في مكان ممتاز، استلام، تسديدة، وياسين بدون مشاكل راسة على مستوى العالم. كرة ترسل في الطرف الأيسر في مكان ممتاز عند إسماعيل، يتفرغ الآن للصناعة بعد أن سجل الهدف الأول والثاني. وتبديلات قادمة، من يغادر؟ عز الدين أناحي سيدخل، التي بدأت في مونديال دييغو أرماندو مارادونا في 86، وهذه محاولة أن تصل عندما انتهت المباراة بنتيجة 2-1. لكن هذه العرضية تلعب في مكان ممتاز، فرصة أناحي، لكن كرواني، وهذه عز الدين أناحي وتسديدة، لكن حارس المرمى مامادو تانغا. لكن هذه الكرة بعد ذلك تبعد، تعود مقطوعة في مكان، فرصة الخامس، تسديدة أناحي، جول! عز الدين أناحي يسجل 5 على أسود الأطلس.